هذه المئذنة بنيت على يد المغاربة. من أشهر الذين عاشوا هنا هو المعتمد على الله ابن عباد. مدينة إشبيلية هي وجهة الثانية، عاصمة الأندلس وجوهرتها. على ضفاف نهر الوادي الكبير تأسست مدينة إشبيلية قبل الميلاد بقرون على يد الإيبيريين والفينيقيين، ثم ازدهرت تحت حكم الرومان، لكن مجدها الحقيقي بدأ مع العهد الإسلامي في القرن الثامن لتصبح واحدة من أعظم حواضر الأندلس. على ضفاف الوادي الكبير حيث ينساب التاريخ بين الماء والحجارة، تابعت طريقي نحو قلب إشبيلية، وهناك يتربع قصر الكازار، تحفة أندلسية تمتزج فيها الأقواس الإسلامية الموحدية بالزخارف المسيحية، جدران مكسوة بالزليج المغربي، وحدائق تحاكي فردوسا أرضية. قصر بقي شاهدا على تتابع العصور وعلى عظمة الحضارة التي ازدهرت هنا. قصر الكازار من أعظم التحف الأندلسية التي بنيت في هذه الأرض. بناه الكثير من المماليك وأبدعوا فيه من أمويين ومرابطين وموحدين، وعاشوا فيه الكثير من الملوك، وأبدعت فيه الكثير من القصائد. ومن أكثر ومن أشهر الذين عاشوا هنا هو المعتمد على الله ابن عباد. المعتمد على الله ابن عباد ملك لم يكن كغيره من ملوك الطوائف، ارتبط اسمه بامرأة أحبها حتى الجنون، اعتماد الرميكية، ويروى أنها في يوم رأت بنات في الطرقات يلعبن بالطين، وتمنت لو شاركتهن اللعب، فما كان من المعتمد إلا أن جلب لها طينا من المسك والكافور لتلهو به كما تشاء. مشهد يلخص كيف تحول القصر إلى مسرح للحب والشعر، لكن قصته لم تكن كلها حبا ونعيم. فحين اشتد خطر الممالك المسيحية استنجد المعتمد بيوسف ابن تشفين زعيم المرابطين ليحمي الأندلس، غير أن الخلاف دب بينهما، حيث قرر يوسف بن تشفين أن يضم الأندلس إلى الإمبراطورية المرابطية، وانتهت المواجهة بانكسار المعتمد، وأخذ أسيرا إلى بلدة أغمات. هناك عاش فقيرا بعد عز وسلطان. تروي المصادر أن بناته كن يحملن الغزل بأيديهن يبعنه في الأسواق ليوفرن قوت يومهن، بينما كان الملك الشاعر يقضي آخر أيامه في الغربة بعيدا عن قصره وعرشه. هكذا طويت صفحة ملك عاش أميرا بين السلطان والشعر والحب، ومات أسيرا بين القهر والفقر والمنفى. في صباح اليوم التالي استعددت لمواصلة رحلتي في إشبيلية. بين جدران الفندق البسيط بدأت يومي، رتبت نفسي لأخرج نحو مغامرة جديدة. هدفي هذه المرة الكاتدرائية، والتي تخفي بين حجارتها قصة مسجد عظيم بناه الموحدون. وفي طريقي عبر شوارع إشبيلية توقفت عند محل لا كامبانا، أعرق محلات الحلويات في المدينة منذ القرن ال19. أخذت كوب قهوة وكرواسان وخرجت أتلذذ بهما بين جدران إشبيلية. مئذنة خيرالدا العظيمة. هذه المئذنة بنيت على يد المغاربة في القرن ال12. المغاربة بنفس التقنية التي بنوا بها صومعة الكتبية أو مسجد الكتبية وصومعة حسان، بنوا بها هذه المئذنة الكبيرة. الدولة الموحدية كانت تحكم الأندلس والمغرب في القرن ال12، بلغت أوج قوتها ممتدة من مراكش والرباط إلى إشبيلية وقرطبة. في تلك الفترة أراد خلفاؤها أن يتركوا بصمة خالدة، ومن هنا شيدت مئذنة خيرالدا العظيمة
بدأ بناؤها سنة 1184 ميلادية بأمر الخليفة أبو يعقوب يوسف، ثم أتمها ابنه يعقوب المنصور. صممت لتكون أعلى مئذنة في زمانها بارتفاع فاق 80 مترا، تقارن بصومعة حسان في الرباط والكتبية في مراكش. وإلى هنا تنتهي رحلتي في مدينة إشبيلية بين أزقتها وأسواقها وصروحها التاريخية. من بلازا إسبانيا أختم هذه الحلقة على أن أواصل الرحلة في مدينة أخرى من مدن الأندلس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلكم كل الحلقات القادمة.